اذا فريق الرجاء ديال ساحتون كيشتغل على الهيكله، وهذا الشيء اللي كنتظروا ماشي غير من فريق الرجاء فقط، ولكن ما كنتظروا من جميع الانديه. ومدير الرياضي الانس حسناوي اصبح معادله اللي هي قويه داخل المنظومه ديال الجميع الفرق، ماشي غير المغربيه، العالميه، اللي كتكون عندهم واحد النظره، واحد التتبع ديال اللاعبين، كتكون على المستوى الانتدابات، وكذلك وعلى المستوى عده امور، هيكله ديال جميع الفئات السنيه. وهذا اللي كينقص الفرق ديالنا. عطينا التفاصيل كيف تعاقد فريق الرجاء الرياضي ولا كيف هو السي محمد مديح هو ابن الدار، شاغل يعني بالخليج، اطار مشهود له بالكفاءه. انا النقاش ما عنديش اليوم حول السي محمد مديح، ان كفاءته لا تناقش. انا بغيت نقول لهم صافي هذا المنصب ديال المدير الرياضي من جهه، ان كاين جوج ديال المناصب، كاين المدير الرياضي وكاين المدير التقني. للاسف هاد جوج ديال المناصب في البطوله ديالنا راه ما كيطولوش فيهم الناس، نكونوا واقعيين. شوف معايا دابا الرجاء هذه سنوات شحال من واحد دحا فيها مدير تقني وشحال من واحد دحا مدير رياضي. شوف الوداد، شوف الماس، ما كيطولوش وما كتعطاش لهم الصلاحيات الكامله. الهيكله الحقيقيه مزيان نسميه مدير رياضي ونتعاقد معاه، ولا نتعاقد كذلك مع مدير تقني، ولكن الاهم هو خصنا نعطيهم الصلاحيات، لان الخدمه يا مصطفى ديالهم ما كتبقاش في عام، كتكون على 3 سنوات الفوق. يعني الا بغيت ندير معاهم مشروع خصني نصبر عليهم. انت شتي معايا على السنوات الاخيره شحال من واحد داز داك المركز ديال بزاف غريبه واجانب وما كيطولوش. كاين شي عمل ديال المدير الرياضي كيدوز في 6 شهور، ولا عمل ديال مدير تقني في 6 شهور ما يمكنش. اذا خص الثقه وخص الاستمراريه، كتلقى خطوه كذلك ايجابيه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، لانها يعني هذا هو العمل الاحترافي على مستوى التركيبه البشريه. زيمباور يمكن عطى الضوء اخضر المجموعه من اللاعبين باش يمشيو يخرجوا يعني باعاره، على طه الشبيلي اللي يقدر يرجع لسفيان برشيد، فرح مازال الوجود ديالو ما تسمعش، الحسين رحمي كذلك، دو لاعبين اللي يعني خارج المفكره ديال المدرب. وانا كنشوفوا قرار سليم. واحد اللاعب اللي ما غنقدرش نعتمد عليه ما كانش يبقى معايا، ما غيتكون فوكاش، ما غياخذش مقابلات، من الافضل انه يمشي غدا. لا كلمه اخي مصطفى والسي حسناوي، بالنسبه للمدير اللي تعاقد مع فريق الرجاء الرياضي خصنا نخليه يشتغل ونخليه يدير المهام ديالو داخل الفريق، ما ندخلوش ليه في الخدمه ديالو. والمدير الرياضي حسناوي شيء، الهيكله اللي كنتكلموا عليها ويعني هيكل الفريق شيء، ولكن نتائج الفريق مع رفقه المدرب الاول شيء اخر. راه ماشي كنتكلموا على النتائج ديال الفريق بوحدها، ومدير الرياضي راه كيوجد واحد اللاعبين للمستقبل، وكذلك الرؤيه ديال الفريق شنو بغى الفريق من هذا المدير الرياضي. اذا انا كنتمنى بان المدير الرياضي يخليه يشتغل، راه عنده تجربه ما يكفي، هو اللي غادي يشوف يعني الامور اللي تصلح الفريق، وكيكون عنده ارتباط كبير بالرئيس الحسناوي باش يخطوا واحد السياسه والفلسفه ديال الفريق، وشنو هو الاهداف اللي خصو يحققها الفريق. بالنسبه للاعبين اللي ذكرت يا اخي، فكنظن الرحيمي راه هضرنا عليه حسناوي، كان خصو يجتهد، خصو يخدم، وكنا كنتكلموا هنا من الاحسن يمشي لشي فريق، لانه الرحيمي راه شحال هذه هو جالس في فريق الرجاء الرياضي، تعطاتو فرص كذلك، ولكن ما طورش نفسه اخي، خصو يطور راسو. اللاعب أزرور كذلك، اللاعب شبيل، هادو اللاعبين خصهم يمشيو يشتغلوا اخي. والاعاره ديالهم ماشي ما تكونش شيء اللي هو سلبي بالنسبه له، بالعكس غادي تخليهم باش يمشيو يخدموا ويشتغلوا على راسهم، وربما واحد من يكونوا مزيانين يرجعوا للفريق. ومزيان المدرب كيعرف دابا الان باش يحصر الناس اللاعبين اللي غادي يشتغل معهم. وكنظن حسناوي كنظن الرجاء الرياضي كان مكتب مسيره غادي حسناوي في واحد السياسه اللي هي جيده، ولكن خصها الوقت، خصها العام، خص الناس يصبروا على الناس اللي غيجيو يشتغلوا. واقول واحد الحاجه حسناوي من هنا، القدماء اللاعبين اللي ما عندهمش دبلومات حسناوي راه لا مكان لهم فرق. باش نكونوا واضحين اخي، لا مكان لهم فرق. ما عندكش دبلوم اخويا ما نجيبكش، حيت انت
لعبتي وسجلتي وكنتي بعداك شغلك هذا كنتي. انا جي للفريق يكون عندك دبلوم ومؤهل باش تشتغل ليا مع الوليدات، مرحبا بك. اما باش تجي ليا بالكاسكيت كنتي لاعب ديال القديم ديال واحد الفريق وكتسجلتي وكتبغي القميص وكتموت على القميص، هذاك الشيء راه ما عنده حتى علاقه بالاحترافيه حسناوي. انا نتمنى ماشي في الرجاء حسناوي، كنتكلم على جميع الفرق. الله يخليكم، الله يجازيكم بخير. شوف الناس راه كيجيبوا الوليدات ديالهم باش يكونوا يعطيو واحد النتائج اللي هي مهمه. هذاك لاعب قديم ما عندوش دبلوم يمشي يقرا، دير فيه واحد الخير، سير خلص عليه خويا، يمشي يقرا ويجي يخدم ويجي يشتغل. هذا اللي كاين حسناوي بالنسبه له. نتمنوا خير للفريق الرجاء الرياضي. تفضل عندك الكلمات بالاضافه. اخويا مصطفى، يعني اخوان الفرق بين المدير الرياضي والتقني، اكيد المدير الرياضي هو اللي كيشرف على السياسه العامه ديال الفريق يعني الاستراتيجيه ديالو الى غير ذلك. والمدير التقني راه دائما يعني الدور